السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة البصلة المقرمشة بتاعت محلات الكشري من غير ما نحط عليها لا دقيق ولا نشا، بحاجة بسيطة وسهلة خالص. انا سايبة نص بصلاية عشان ان انا اوريها لكم. عايزة اقول لكم محلات الكشري يا جماعة بتستخدم البصل الابيض مش الاحمر، الابيض. بنقطعه كده. المفروض ان احنا بنشيل الحتة اللي من فوق دي عشان اعرف افرطه معايا اهي، وهنشيل الجزء اللي تحت. انا سايبه لكم كده، وهنبتدي نعملها كده جوانح كده بالراحه. عايزاها جوانح رفيعه خالص كده كده. كل البصلايه دي كده هنفرطها بالايد. شكل البصل بعد ما قطعناه هناخد بقى كده معلقه ملح لا نشا ولا دقيق كده على صغيره، وهبتدي ان انا اقلب الملح بتاعنا في البصل كده يا جماعه، وهفرطه بايديا. مش عايزه يبقى في قلب بعضه، لا انا عايزه البصل يفترط عن بعضه. هو بيتعمل يا جماعه بالبصل الابيض ده اللي بيساعد على انه يبقى مقرمش. بصوا يا جماعه انا فصصته كده، لازم تفصصوه بالايد بحيث ان هو يبقى كل شريحه كده بعيده عن التانيه. الجوانح بتاعتنا كل جناح كده لوحده، وكده خلاص البصل بتاعنا باسهل طريقه. انا حتى زيت يا جماعه، زيت يكون نسبه كويسه يعتبر غزير ويسخن، وهننزل معانا بالبصل. عايزاه يسخن كده، وانزل بالبصل بتاعنا كده، وانزل بيه على نار عاليه. اقلبه بقى، ايدي تبقى باستمرار بيه عشان ياخد كله لون واحد، يعني تقليب مستمر عشان ياخد لون واحد، والنار تكون عاليه يا جماعه. كده يا جماعه ما شاء الله خد لون ذهبي جميل كده. يبقى خلاص جاهز، هنشيله هنحطه مع بعض في مصفى. بصوا يا جماعه احنا بنشيله ما بنسيبوش، لان كل ما تسيبيه في الزيت اللون بتاعه بيغمق. انا شلته كده وحطيته في مصفى عشان يصفي الزيت ويبقى ناشف. سامعين صوت القرمشه؟ ما شاء الله ما شاء الله. هو لسه سخن، فانا هسيبه يصفي الزيت بتاعه خالص. تحطوه في مصفى مش على مناديل، في مصفى. هي محلات الكشري يا جماعه بتعمل كده، بتحطه على في قلب مصفى. طبعا بيبقى بكميات كبيره، واللون بتاعه بسم الله ما شاء الله ذهبي ازاي، ما شاء الله. بصوا يا جماعه الطريقه دي، شايفين القرمشه؟ بصوا بصوا، سامعين صوت القرمشه؟ ما بيبقاش شارب زيت، ومهما يقعد فتره طويله يفضل ناشف زي ما هو. بالعكس كل ما يقعد كل ما ينشف كمان اكتر اهو ما شاء الله. دي الطريقه بتاعتنا، بتاعت طريقه البصل المقرمش بتاع محلات الكشري باسهل طريقه. ان شاء الله اللي يتفرج على الفيديو بتاعنا ويعجبه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، ودعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.